السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات أعرف عربيتك مع وائل المنياوي. أتمنى أكون أنا خفيف على قلبكم وفيديوهاتي بتفيدكم. لو فيديوهاتي بتفيدكم أتمنى إن إحنا ننشرها ونوصل مع المعلومة لأكبر قدر ممكن من الناس عشان الناس كلها تستفيد. النهارده إحنا هنتكلم عن موضوع بيثير الجدل زي عادتنا دايما ما بنتكلم على مواضيع بيبقى فيها اختلاف وجهات نظر وفيها بتثير الجدل أو أعطال شائعة بتقابلنا كلنا. هنتكلم عن الكوبلين زي ما إحنا بنقول عليه في مصر، أو الأكس، أو العكس، أو العكوس، أو الدرايم شيفت، أو الكونات، أو الكردان، أيا كان بنسميه إيه في دولنا العربية. هنشوف أسباب تلفه إيه وأسباب بوظانه إيه. هنشوف إزاي نقدر نحافظ عليه، إزاي يركب بالطريقة الصحيحة زي ما اتعودنا دايما. أهم ما في الموضوع تعرف عربيتك. خليكم معانا، انتظرونا، يلا بينا. اهلا بكم مره تانية. هنتكلم النهارده زي ما احنا قلنا في المقدمه عن الكوبلين او الاكس او العكس او العكوس او الدرايم شيفت او الكونات او الكردان، ايا كان مسماه. هنتكلم عن وظيفته الكوبلين، وظيفته ان هو نقل الحركه من الفتيس للعجل. الموتور بيلف من خلال الغرف ومن خلال الاحتراق. الحركه بتتنقل للفتيس ايا كان مانيوال او اوتوماتيك. الحركه دي اللي هي الدوران، يعني الحركه المقصود بها الدوران ده بيتنقل للعجل من خلال الكوبلين. ده بيبقى شكل الكوبلين الكامل او كده. الناحيه دي بتبقى جوه الفتيس من خلال التروس المشرشره دي، والناحيه دي بتبقى في العجل في السره بتاعه العجل او في العجل من خلال برضو الترس المشرشر ده. لما الفتيس يلف والموتور يلف، ده بيلف يتنقل الحركه للعجل. دي فكره عمل الكوبلين، موضوع بسيط قوي وسهل قوي. ينقل الحركه مع حفاظ على مرونه من خلال دوران العجل، فالكوبلين ده يتحرك يمين وشمال، تمام، او من خلال هزهزه الموتور او اهتزاز الموتور او المطبات، فالكوبلين ده يتحرك بالشكل ده، تمام. ده الداخلي وده الخارجي زي ما احنا قلنا. دي فكره عمل الكوبلين بشكل عام. النهارده هنتكلم برضو عن ازاي ان احنا نحافظ على الكوبلين بتاعنا. نحافظ على الكوبلين بتاعنا زي ما احنا دايما بنتكلم عن الصيانه الدوريه. احنا محتاجين نعمل للكوبلين صيانه دوريه. ايوه يا فندم، محتاجين نعمل للكوبلين بتاعنا صيانه دوريه. الكاوتشه بتاعه الكوبلين دي المفترض ان هي تتغير كل فتره، لانها مع عوامل الجو والتعريه ووجودها في ظروف قاسيه في الشارع، مع التراب والكلام ده كله بتتقطع، بتنشف وتتقطع. نشفت واتقطعت، الشحم نزل، الكوبلين باظ. نشفت واتقطعت، دخل رمل جوه الشحم، الكوبلين باظ. لان بيبقى فيه كده احتكاك حديد في حديد، مفيش التنيل اللي المطلوب من الشحم ده. ده فكره ان هو محتاجين نعمل الصيانه الدوريه. يبقى احنا مطلوب مننا كل 60,000 في الظروف العاديه ان احنا نغير الكاوتش بتاعت الكوبلين. ممكن تكون ظروف شغلك اكثر، يعني اكثر قساوه، فنقلل ال60,000 دول نخليها اقل شويه، تمام. زي ما احنا قلنا كده، اسباب التلف الطبيعي للكوبلين ان هو الكاوتشه تتقطع نتيجه لعمر افتراضي فيبوظ الكوبلين. وممكن تكون انت بتقول بقى انا كل شويه اغير كوبلين. كل شويه اغير كوبلين دي انت عندك مشكله، حاجه من الاثنين مالهمش تالت. يا اما عندك مشكله في العربيه نفسها، قد تكون في جنط، ترصيص، حاجه في العفشه. كل ده مجرد ما طول ما هو فيه اهتزاز متكرر او عنيف في الكوبلين بشكل مستمر، طول الوقت الكوبلين ده عمال يترج 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 يترج، فبيحصل خلخله في رمان البلي، دقدقه في رمان البلي، يحصل المشكله. طب انا اعرف منين ان الكوبلين بتاعي باظ؟ طبعا مبدئيا كده لقينا الكاوتشه مقطوعه والشحم طالع، يبقى الكوبلين كده خلاص باظ او داخل على البوظان. يا نلحقه ونغير له كاوتشه ونحط له شحم، يا اما نغير الكوبلين. طيب اميز ازاي الكوبلين الداخلي من الكوبلين الخارجي؟ الكوبلين الخارجي زي ما قلنا ان هو ناحيه العجل، لما بيبوظ بنسمع في الملفات صوت طقطقه، تمام. الكوبلين الداخلي دي العلامه المميزه قوي ليه، يعني الكوبلين الداخلي لما بيبوظ بنسمع ما بنسمعش صوت، على قد ما بيبقى فيه بعد 60 رجه في العربيه، رجه عنيفه في العربيه، نعرف ان كده ان الكوبلين الداخلي باظ. او
في الطلعة أو في النقلة ما بين نقلة ونقلة بنسمع الطقة. دي برضو بيبقى من أحد العلامات اللي تعرفنا إن الكوبلين الداخلي باظ. طيب أنا عربيتي مظبوطة، أنا عفشتي مظبوطة، وعلى الرغم من كده الكوبلين بيبوظ كل شوية. عندنا بقى مشاكل تانية تخص ممكن تكون قطعة الغيار مش أحسن حاجة. غير المكان اللي أنت بتجيب منه قطعة الغيار. طب أنا غيرت المكان وغيرت الشركة وأكتر من شركة نفس المشكلة والكوبلين بيبوظ، يبقى إحنا عندنا مشكلة في التركيب. تمام. إحنا عندنا الكوبلين لما بنشتري كوبلين جديد بيبقى عبارة عن راس كوبلين، تمام، وعندنا كاوتشة كوبلين، وعندنا مجموعة كوليهات وإفزان وما شابه، وعندنا الشحم اللي بيجي مع الكوبلين. تمام. راس الكوبلين ده بيبقى شكلها الأكس بيبقى داخل من هنا، بيبقى ليه تيلة جاية معاه. التيلة دي هي تيلة حبس بتركب في الأكس عشان تمنع إن الأكس يفلت تاني. تمام. بيبقى من بره، مش من الوضع الخارجي، في صامولة جاية معاه. تمام. وليها مكان نعمل له تيله نمنع ان الصاموله دي تفك تاني. التيله ما ركبتش اللي جوه، الصاموله دي ما ركبتش اللي جايه معاه، مش ان احنا نرمي التيله اللي جايه معاه ونركب اي تيله، او نرمي الصاموله اللي جايه معاه ونركب اي صاموله. حاجه الكوبلين اللي جايه مع الكوبلين يا ريت تركب. تمام. السن ده بتاع الصاموله متوافق مع السن ده فهيركب مظبوط. التيله دي هتتيل مظبوط. التيله الداخليه عمرها ما هتفلت والاكس يفلت. كل الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. الكاوتشه اللي بتاعت الكوبلين بتركب بالشكل ده. تركب كاوتشه الكوبلين اللي جايه مع الكوبلين. بيبقى فيه كوليهات حديد جايه مع الكوبلين، 2 كوليه، واحد خارجي وواحد داخلي. لازم يركب الكوليه الحديد اللي جاي مع الكوبلين، ما نركبش الكوليه البلاستيك وخلصنا وخلاص. الكوليه البلاستيك مع الحراره ومع الجو ومع عوامل التعريه بيتقطم اسبوع ولا شهر ويتقطم، والشحم خرج من الكوبلين باظ. فالحاجات اللي جايه مع الكوبلين مهمه جدا جدا. انا كمستورد لو شايف ان الحاجات دي كلها ملهاش لازمه، تمام، انا هوفر لنفسي، مش هقول لها هوفر لك انت، لا انا هوفر لنفسي. مش هجيب ده ومش هجيب ده واجيب لك راس كوبلين وخلاص وانت تتصرف في الباقي. وفي الاخر خلاص انا كسبان. الشحم اللي جاي مع الكوبلين وده مهم جدا جدا جدا. دايما في مشكله شائعه كده، يقول لك لا هات لي شحم تاني زياده عشان الشحم اللي جاي مع الكوبلين مش ما بيكفيش. مفيش حاجه اسمها كده. مش كل الشركات مش كل المستوردين ومش كل الشركات والمصانع اللي بتصنع كبالن حاطه شحم قليل. مش كلهم بخلة يعني. تمام. اكيد فيهم شركات حاطه كميه شحم مناسبه، لكن لو جرى العرف ان احنا سواء بنرمي الشحم ده ونحط الشحم الاصفر العادي، او بنقول لا نزود عليه شحم تاني. لا، هي الكميه اللي بتبقى جايه كميه مناسبه. الشحم ده شحم ليثيوم. من ضمن وظائف الشحم الليثيوم او من ضمن مميزات الشحم الليثيوم ان هو متلاصق، بيلزق في البلي اللي جوه، مع الدوران ومع فكره الطرد المركزي ما بيخرجش بره البلي، بيفضل لازق في البلي فبيحافظ على المرونه. من ضمن فوائد او مميزات الشحم الليثيوم ان هو بيتحمل درجات حراره عاليه جدا جدا جدا، بخلاف الشحم الاصفر اللي ما بيستحملش درجه حراره عاليه. هنلاقي ان هو مكتوب اصلا لو اشترينا انبوبه شحم ليثيوم او اشترينا شحم ليثيوم هنلاقي مكتوب عليه درجات الحراره دي. على فكره انا ما بقولش كلام غريب. الشحم الليثيوم بيتحمل درجات حراره توصل لغايه 175 و170 درجه مئويه واحيانا 130. المهم ان هو بيتحمل درجات حراره عاليه. الشحم العادي الاصفر ده ما بيستحملش اقصى درجه حراره بيستحملها 45 درجه مئويه اللي هي ظروف الجو العادي. فالكوبلين مع الدوران الكوبلين بيسخن، الشحم الاصفر ده بيسيح. مع فكره الطرد المركزي الشحم بيسيب الكوبلين ويلزق على الكاوتشه الخارجيه. اما بيلزق على الكاوتشه الخارجيه دي خلاص هو الكوبلين كده بدون شحم، يبقى احنا مش مشحمين الكوبلين والكوبلين باظ مننا. من ضمن برضو المشاكل اللي بتقابلنا في حته الشحم، زياده الشحم زياده عن اللزوم بتخلي الكاوتشه دي مع الحركه الشحم بيخرج بره الكاوتشه او بيقطعها.
لان هو مزود زياده عن اللزوم، وانا بلف العجل فضغطت هنا، هو حاطط كميه زياده، الكاوتشه اتقطعت بسبب انها اتملت زياده. فهي الكميه المناسبه، الكميه اللي تبقى جايه مع الكوبل المناسبه، تمام. نوع الشحم اللي جاي مع الكوبلين هو المناسب لرمان البلي او الاحتكاك او درجات الحراره العاليه، تمام. يفضل ان كل حاجه جايه مع الكوبلين يا ريت تركب، تمام. وده ملخص او اسباب المشاكل التركيب اللي ممكن تقابلنا في كده. طبعا وفي مشاكل تانية تخص بقى ان انا خبط على الكوبلين وهو بيركبه بطريقه غلط، كسره من البدايه من قبل ما يركب. الكلام ده الحاجات اللي هي ما شابه كده. احنا عندنا زي ما قلنا الكوبلين، هتسمع بقى كلام بقى اللي هو ايه، يقول لك الكوبلين ده بايظ، قوم ماسك الكوبلين الاكس بتاع الكوبلين ده ثابت في الفتيس اهو، ماسك الاكس ويحركه لك كده ويقول لك الكوبلين ده بايظ. لا يا فندم، الكوبلين الداخلي دايما، او الكوبلين الداخلي هو فيه نسبه حركه. ده شكل الكوبلين الداخلي، عباره عن كاسه او كوبايه، تمام، جواها رمان بلي. الرمان البلي ده شكله، تمام، اللي هو بنسميه الصليبه بتاعت الكوبلين، بتبقى راكبه في الاكس بتاع الكوبلين، هي في مساحه للحركه فيها، تمام، بيتحرك الاكس في مرونه. هو ده مقصود، ده يعني معمول كده عشان ما يبقاش ثابت يعمل تزنيده في الموتور، تمام. فحته ان الكوبلين نهزه كده يقول في بوش او في مشكله في الكوبلين، الكلام ده مش مظبوط. الكوبلين الخارجي ممكن لو في حته البوش دي او بيتهز، نقول ان الكوبلين الخارجي ده بايظ او كده، لكن الكوبلين الداخلي مش دليل خالص على بوظانه. الكوبايه دي او الكاسه دي لو اتحركت جوه الفتيس، نقول ان في مشكله في المشرشر ده وفي بوش هنا في المشرشر ده، يبقى محتاج تغيير. دي القصه بتاعت الكبالن بشكل عام، والاخطاء الشائعه اللي احنا بنقع فيها. تاني يا جماعه، بعيد واكرر واحذر، كل المحتويات اللي جايه مع الكوبلين تركب. كل حاجه جايه مع الكوبلين معمول حسابها ومدروسه ومعروفه هي محطوطه ليه، مش محطوطه اعتباطا. لازم نعرف عربيتنا كويس عشان نعرف نتعامل مع العربية، نعرف نعرف الميكانيكي أو الفني اللي هيشتغل في العربية، نعرفه بالعربية، تمام. انتظرونا في فيديوهات تانية نعرفكم بالعربية وتعرف عربيتك. لو فيديوهاتي بتفيدكم، أتمنى إن انتوا تنشروها من خلال الاشتراك في القناة ومن خلال الشير ومن خلال اللايك، عشان أكبر قدر من الناس تستفيد وكلنا نستفيد ونفيد بعض. انتظرونا في فيديوهات جاية إن شاء الله بإذن الله.